في عالم كرة القدم، بعض القصص لا تبدأ من الأضواء، بل من حلم صغير. حلم بدأ في شوارع برلين، حيث ولد إبراهيم مازا عام 2005. طفل صغير يركض خلف الكرة، يتعلم، يحلم. قصة تبدأ من حلم، لكنها ستصبح تاريخاً. إبراهيم ولد لعائلة ذات جذور متعددة، لأب جزائري من العاصمة، وأم من أصول ألمانية فيتنامية. نشأ بين ثقافات مختلفة، لكن قلبه كان دائما مع الجزائر. والده لعب دورا كبيرا في ربطه بالوطن. عطلات صيفية في الجزائر، زيارة الأقارب، التمسك بالعادات والتقاليد. هناك تشكل الانتماء، وليس فقط لاعب كرة قدم. في ألمانيا بدأ مشواره الاحترافي مع هيرتا برلين، لاعب وسط هجومي بلمسة فنية مختلفة، إلى أن جاء أول هدف احترافي في 27 ماي 2820 أمام فولفسبورغ، لحظة أعلنت ولادة موهبة حقيقية. لكن كرة القدم لا تمنح كل شيء بسهولة. في يوليو 2023 تعرض مازة لإصابة خطيرة في الركبة، أبعدته عن الملاعب لأكثر من 6 أشهر كاملة. اختبار صعب في عمر مبكر. كثيرون كانوا سيستسلمون، لكن مازن اختار طريقا آخر. عمل بصمت، تأهيل يومي، صبر، وإيمان بالعودة، وعاد أقوى مما كان. موهبته لم تمر دون ملاحظة، فتم استدعاؤه إلى الفئات الشبانية للمنتخب الألماني. ضغط كبير وإغراءات واضحة، لكن القرار كان مؤجلا، والقلب يعرف وجهته. تألقه المتواصل جعله محط أنظار الكبار، ليتم التعاقد معه من طرف باير ليفركوزن، أحد أقوى أندية ألمانيا. هناك ولد اللقب مازادونا. رغم كل المحاولات الألمانية، حسم إبراهيم مازا قراره. الجزائر أولاً، قالها بوضوح. أنا فخور بتمثيل بلد أجدادي. في أكتوبر جاء الاستدعاء المنتظر، أول ظهور مع محاربي الصحراء أمام توغو في تصفيات كأس إفريقيا 2025. بداية رسمية لقصة جديدة. ديسمبر 2025 أمام السودان دخل بديلا، ولم يحتج سوى لحظات. سجل هدفه الأول مع المنتخب، هدف حمل طابعا تاريخيا، الهدف رقم 100 للجزائر في تاريخ كأس إفريقيا، وجعله أصغر لاعب يسجل للجزائر في الكان بعمر 20 سنة و30 يوما، محطما رقم نبيل بن طالب الذي سجل وعمره 20 سنة و65 يوما. من إصابة أبعدته 6 أشهر إلى هدف كتب التاريخ. إبراهيم مازا موهبة تنظر له كل أوروبا، قصة إصرار وهوية وحلم جزائري كبير. القادم أعظم.